مخي فاصل لسه ما اشتغلش. تمام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ جاش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اتخيل عن حلمي، انا بروح بنصح غيري وبشد على ايده علشان يكمل طريقه. قبل ما نبدا ما تنسوش طبعا اللايك، اوكي زر اللايك يا جماعه، وزر الاشتراك تحت والشير، شيروا المقطع في كل مكان. من جايب سيرة العاطمة؟ لحقت تحكي لسه. اليوم يا جماعة رجعت لكم بمقطع جديد بعد غياب 11 يوم يا جماعة الخير، 11 يوم كاملات. فاهمين كيف؟ تجيك واحد بقول لك ايدلز انت كنت غايب فترة طويلة 3 شهور و4 ورجعت تصور وترجع تغيب كمان 11 يوم، مزبوطش هيك؟ بس انت ليش تحكم علي زي هيك وانت ما بتعرف السبب؟ يعني ليش تحكم علي؟ لا تحكم علي. مرة تحكم شيء، خليني احكي، خليني اطلع اللي جواتي بعدين احكي لي انت ليش غايب. اوكي. المهم يا اخوان، طبعا يا اخوان قعدت 11 يوم مش منزل. تمام. وهذا الشيء انتم لاحظتوه. اوكي. ليش مش منزل؟ شوفوا يا جماعه الخير، الفتره اللي راحت تمام كانت جدا جدا صعبه يا جماعه الخير. شو صار معي؟ ابوي يا جماعه الخير عمل عمليه قص رئه، والعمليه استغرقت يا جماعه الخير 12 ساعه. تمام. ولكن يا اخوان العمليه الحمد لله نجحت وكل شيء على ما يرام يا اخوان. الله الله على اللغه العربيه الفصحى يا جماعه الخير، عشان تعرفوا بس عندي سبع لغات وامهم كمان. ففي الفترة هذيك يا اخوان الوضع كان صعب جدا جدا، يعني انا نفسي ما كان في وقت اصور، ولو كان في وقت اصلا اصور فيه النفسية نفسها مش مستعد. ليش يا جماعة الخير؟ اصلا انا كنت اقضيها يعني في المستشفى عند ابوي، يعني يوم انا يوم اخوي، ما بصدق بس اروح اريح انام خلاص اجي ثاني يوم. فاهمين كيف؟ فالوضع كان شوي مضغوط. تمام. وانا كنت مضغوط هيك مع صورة اصلا. اوكي يا اخوان، ما في قطعة ولا غيره، ولكن بس صار ظرف وقفت عملت ستوب. خلينا نحكيها استراحة محارب. هذا المحارب قد ما استراح يا جماعة الخير، مش هيك. ما بدي اطول عليكم يا جماعة الخير بالكلام، هي عرفتوا انا ليش خايف. اوكي هاي، وما في قطعة نهائية يا اخوان، ما تهجبني ولا تحكم علي نهائيا. اوكي اوعى تحكم علي وانت مش عارف السبب حبيبي. هاي بوسيلة حطها هون. اوكي يا جماعة الخير، طبعا اليوم في هذا المقطع يا جماعة الخير راح نشوف اغرب حسابات في تطبيق التيك توك يا جماعة. اوكي حسابات جدا جدا غريبة يا جماعة الخير، ولكن يا جماعة خلوني احكي هذه الكلمة وانصتوا الي جيدا. ما بدي احكي شيء، ليش تصفن في زي هيك وانه شو بدي احكي ولا اي شيء ولا اي شيء. المهم يا اخوان شوفوا، اذا فكره هذا المقطع يا اخوان عجبتكم تمام بعمل لكم جزء او ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر يا جماعه الخير والى اخره. اوكي بس انت قول لي اذا عجبتك هاي اقل من هاي. اوكي يا اخوان تمام. شوفوا يا جماعه الخير، اليوم راح نشوف اغرب حسابات بالتيك توك. جبت لكم 5 حسابات وفعليا غريبين جدا 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 يا جماعه. نطلع لكم الكلام. احد هذه الحسابات يا جماعه الخير راح نشوفها اليوم. اول شخص معنا يا جماعه كثير غريب. تخيل معي هيك الموقف، انت قاعد مرتاح مثلج، الدنيا برا شتاء وعصير وثلج، وانت يا ريت يعني يا دوبك ملاقي دفى يدفيك. فاهمين كيف؟ فجاه تفتح التيك توك ويطلع لك بني ادم قاعد بنص الثلج، بالبيت جوا الثلج، ولا وبشوي كمان. نعم بشوي، مبسوط. شوف المقطع مع بعض. страшно. تمام. زي ما شفتوا المقطع قدامكم يا اخوان، انسان جدا غريب ومحتوى جدا غريب وحساب جدا غريب، لانه كل محتواه زي هيك يا اخوان. كل مقاطعه انه بس يقعد في الثلج، يا يشوي يا يرقص يا يلعب. مش فاهم، انا مش فاهم. يعني انت مش بردان؟ مش عارف يا جماعه الخير، يعني جسمك يا اخي ما بتحس انك خلاص راح تفقع، راح تموت من كثر البرد؟ ما بعرف. شوفوا مقطع ثاني له. يا جماعة ما تسألني يعني ليش هو قاعد بيعمل زي هيك. تمام. ما تسألني برضه هو فعليا بردان مش بردان. طب هل فعليا هو بردان بس بدي يصور محتوى؟ ما اتوقع يا اخوان. اللي زي هيك تعرف ايش تسوي فيه؟ تجيبه وتحطه هون، تشبطه الاول، بعدين تجيبه كمان مرة تحطه بكره ثاني، بعدين تجيبه هيك بصحصح. بفهم انه في ناس اذا شافت هذا المقطع راح تثلج. انت مش بردان كيف؟ اقنعني. طبعا يا جماعه الخير الحساب الثاني برضو غريب. تمام. وهسه هو الحساب مش غريب، الانسان اللي بيصور. تمام. لا الحساب غريب. كيف غريب؟ الحساب مش غريب يا جماعه، او فعليا غريب يا جماعه. تمام. الانسان اللي قاعد بصور معاه شخص ثاني، هل فعليا هذا هو الشخص؟ يعني شخص حقيقي ولا دميه متحركه يا جماعه؟ ما بعرف. شوفوا المقطع بعض.
زي ما شفتوا يا جماعة الخير قدامكم، ما بعرف إذا هذا الإشي حقيقي، تمثيل، دمية، ما بعرف، لأنه الشكل شوي غريب يعني. ما أدري يا جماعة الخير. شوفوا مقطع ثاني له. اوكي يا اخوان، زي ما شفتوا المقطع قدامكم، شوفوا يا جماعه الخير، هسه هذا الكائن الغريب بالفيديو تمام، بحب اقول لكم انه هو حقيقي، ولكن انا قبل شوي حكيت لكم ما بعرف، انا ما قلت لك ما بعرف هيك على الفاضي، عشان اشوفك انت راح تعرف ولا لا. هذا الانسان يا جماعه الخير حسب معرفه انه بني ادم، ولكن هذا اللي فيه مرض بهذا الشكل. ما بعرف يا جماعة الخير، أنا هذا اللي قدرت أوصل له. هذا ثاني حساب غريب. ثالث حساب يا جماعة الخير اللي معنا إنسان جدا جدا غريب. اليوم هذا المقطع كله غريب، حتى أنا غريب وأنتم غرباء يا جماعة الخير. حتى زر اللايك اللي ما كبسته لحد الآن غريب ولكن اكبس زر اللايك، خلينا نوصل 20,000 مشترك. شو دخل اللايك بالاشتراك؟ المهم الشخص الثاني يا جماعة الخير بيعمل مجسمات غريبة فعليا ومرعبة بنفس الوقت. يعني طلع لك بالليل راح تلتمس، راح قلبك يوقف. شوفوا المقطع مع بعض. زي ما شفتوا يا جماعة الخير قدامكم، انا ما بعرف يعني شو غاية هذا الشخص من الاشي اللي قاعد بيصوره او الاشي اللي قاعد بيعمله يا جماعة الخير، او المحتوى حتى اللي بينزله، لانه كل صفحته عن هذا الاشي يا جماعة. شوفوا لو هذا الاشي طلع لك بالليل انا متأكد 100% راح تعملها على حالك. انت اللي بتشوف، انت وانت كلكم راح تعملوها على حالكم، صح؟ يا خويك انت وياه، وانا اولكم يا جماعة. فكروني يا جماعة الخير يعني انا اللي ملاك هيك قاعد ما بخاف من اي شيء يا جماعة الخير، بطل يا جماعة الخير. لا شوفوا مقطع ثاني لهذا البني ادم. زي ما شفتوا قدامكم يا اخوان، طلع له اخوان تبع كمان. اوكي جد حرفيا ما بعرف هذا الاشي ايش، او لو مثلا لو عرفت اوكي خلينا نحكي انه احنا عرفنا شو هذا الاشي ماشي، بس الانسان هذا ليش بيعمل هيك شغلات ما بعرف نهائيا. شخص جدا غريب. هسه يا جماعة الخير ركز معي، شفتوا هسه الفيديوهات هاي كل اللي شفناها والاشخاص هذول الغريبين والحسابات، امسكن هيك وحطن على جنب، لانه الحساب هسه اللي راح نشوفه يا جماعة الخير الانسان فعليا جدا جدا غريب. افهم شغله واحدة بس يا جماعة، عقله شو بعطيه اشارة علشان يسوي هاي الشغلات الغريبة. ايش بيعمل يا ايدلز؟ انا بقول لك شو بيعمل، محتواه بس انه يعمل سموم. سموم، سم يا جماعة، فهمت كيف؟ شوفوا المقطع مع بعض. زي ما شفتوا يا اخوان قدامكم، ما بعرف شو هذا الشيء الغريب تمام، يعني ما بعرف حتى يعني شو راح يستفيد. بدي افهم انا عقله شو بعطيه اشاره لما يقول له سوي سم يا رجل. ما لقيت شغله هيش الشغلات اللي تسويها. والمقطع هيك لما يصوروا ويقعد يسوي ويحط اللزقه على العلبه هاي الصغيره، بحسسك انه هذا الاشي كثير خطر، هو فعليا خطر. شوفوا مقطع ثاني له يا جماعه. يا اخوان زي ما شفتوا قدامكم، يعني انا بستغرب منه، يعني كل صفحته عن هاي الشغلات، بيعملش غير هيك شغلات يا جماعه الخير حرفيا. يعني انا مش فاهم شو راح يستفيد، او ايش هذا، او ايش بيستفيد قاعد حاليا. هو مسك فرد السيليكون يا جماعه الخير وعمل هيك وقطعهن وحطهن ولزق لك هذه انه خطر. مش فاهم انا، يعني انسان جدا غريب واغرب بني ادم بمرق علي بحياتي يا جماعه الخير، واكثر محتوى غريب بمرق على حياتي. نيجي على اخر حساب غريب يا جماعه الخير، تمام؟ هذا الحساب ممكن يتصنف من الحسابات الغريبه، تمام؟ او المحتوى الغريب. هذا الانسان يا جماعه الخير منزل تطبيق جوجل. اوكي يا جماعه الخير. جوجل، تمام؟ مش تطبيق يعني جوجل نفسه، جوجل ايش هو، اوكي، ولكن انا نفسي ناسي الاسم شو هو. هذا بعطيك يعني مثلا على سبيل المثال بدك تحب تشوف دارك عن طريق القمر الصناعي يا جماعه الخير، تمام؟ بتحط عنوان دارك، خلينا نحكي، بفتح لك الكره الارضيه وبصير تكبر انت هيك، تكبر لحد ما توصل للمكان المعين. شوفوا مقطع مع بعض عشان تفهموا اكثر. هذا الاشي اللي انا كنت احكي فيه يا جماعه الخير، تمام؟ حلو هذا الاشي، حلو التطبيق، ما في عليه اي عيب، ولكن شو خطر في باله يصور هيك محتوى، وشو خطر في باله يدخل على هذا المكان الغريب اللي انا نفسي افهم شو معنى الاشياء اللي جوا بصراحه. يعني الاشي المكان اللي دخل عليه يا جماعه الخير
كثير ناس حكت عليه تمام، وكثير شفت مقاطع عنه، ولكن مش فاهم لحد الان. حد فاهم حاجه فيكم هون يا جماعه؟ فيا جماعه الخير اليوم بنكون شفنا اكثر 5 حسابات غريبه. لا ما بدي احكي كلمه اكثر لانه ممكن مع الايام نشوف اغرب من هيك. اوكي، فاذا عجبتكم هذه الحلقه يا جماعه الخير بعملكم جزء ثاني، ثالث، ثاني، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر. طب هذا شو دخل؟ هذا 11 يعني هيك تمام. انتم ما عليكم يا جماعه الخير، بس اتمنى مقطع اليوم تكونوا استفدتوا منه. انا عارف انكم ما استفدتوش ولا اي حاجه يا جماعه الخير تمام، ولكن تنسوا زر اللايك والاشتراك يا جماعه والشير وتفعيل الجرس. خلينا نوصل 20,000 خلينا نوصل 20,000 قبل نهايه السنه يا شيخ. المهم اخوان اتمنى مقطع اليوم يكون عجبكم وانبسطتوا منه يا اخوان. فيلمي صار يوجع من هون مش عارف ليش، عشان شكله معلق 24 ساعه. المهم اخوان تنسوش برضو حساباتي موجود تحت الديسكربشن، انستغرام، تيك توك، تويتر يا جماعه. اوكي، فبرضه لا تنسوا زر اللايك يا جماعه الخير والاشتراك. جد خلينا نوصل 20,000. تحمس لما اوصل 20,000. جد عفنت على 17 عفنت، ولكن ريحه القناه طلعت. عيب، استحالكم يا اخوان، استحالكم تفتحوناش. المهم اخوان ديروا بالكم على حالكم، وان شاء الله اشوفكم بالمقاطع الجايه يا جماعه. يلا مع السلامه يا اخوان.